السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبيبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نبدأ الفيديو بتاعنا بالصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة هنعمل مع بعض كده ايه، روتين تحفيزي أو روتين تشجيعي بقى كده ايه. في مواعين كتير وفي غدا مصري أصيل. غدا كده من اللي هو ايه، بنيجي من المدرسة واحنا صغيرين كده على الريحة بتاعته. بيفكرني دايما الاكله دي، بتفكرني بابتدائي، مش عارفه ليه، وانا راجعه من المدرسه. عشان كان كتير باجي الاقي ايه ماما، يعني ايه، وانا راجعه من المدرسه الاقيها عامله لنا الاكله دي. كانت بصراحه اكله بحبها. ودي يمكن برضو الاكله اللي انا ولادي، يمكن الحاجه الوحيده اللي بنتفق عليها كلنا، لان انا عندي يعني اللي ولادي ياكلوه باباهم ما ياكلوهوش، اللي ابني ياكله بنتي ما تاكلوهوش، وهكذا. فتلاقيني لما اعمل اكله اعمل يعني اكله تانية للي هو ما بياكلش الاكله دي. فيمكن الاكله بتاعت النهارده دي الحاجه الوحيده اللي احنا كلنا ايه بنجتمع عليها كده. طبعا انتوا شايفين الرخامه كانت مليانه مواعين، نفضي بقى كده كله في الحوض ونشتغل ايه على روقان. الحله دي كان فيها رز فاضل، فطبعا ايه الرز غلي دلوقتي ما نرميش اي حاجه، فانا بحطه في كيس تلاجة كده زي ما انتوا شايفين، واحطه في الفريزر بقى يتسخن مره تانية. او اما اعمل رز، اعمل حبه صغيرين واحط ده على وش الرز اللي انا عاملاه، مش بيبان خالص ان انتي الرز ده كان بايت عندك يعني. ما تقوليش لولادك يعني، واعمليه الطريقه دي بس ما ترميش اي حاجه عشان حرام يعني. الحاجه غاليه ونحافظ على نعمه ربنا عشان ربنا يديمها ايه، نعمه في حياتنا كده. ما تنسوش بقى اللايك كده وتعليق حلو منكم. ولو لسه بقى اول مره تتفرج على القناه بتاعتي، يا ريت بقى ايه لايك وتعليق حلو منك، واكتبي اسمك كده عشان ارحب بيكي، واشتركي في القناه واضغطي على زر الجرس عشان يوصلك كل حاجه جديده بنزلها. انتوا بقى ايه الاكله اللي بتفكركم بابتدائي بقى وانتوا راجعين من المدرسه؟ كل واحد كده ايه يكتب الاكله اللي كان بيحبها او بتفكروا بابتدائي، لما يرجع من المدرسه كده يلاقيها في البيت، يعني مامته عاملاها له. ربنا يرحم كل يا رب ام ميته، ويرحم موتانا موتى المسلمين، ويبارك في عمر كل ام عايشه يا رب. ما ننساش بقى طبعا طول ما احنا واقفين بقى كده ايه نذكر الله، ونصلي على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وطبعا هنعمل 10 أذكار، 10 10 10، 10 حمد، 10 استغفار، 10 حوقلة، 10 الصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، 10 لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله من الأذكار الحلوة جدا يا بنات، يا ريت تعملوها على طول. فناخد 10 10 كده نخلصهم، ناخد 10 10 10 تانيين، ناخد ايه ثوابت طول ما احنا واقفين كده. وننساش بقى ندعي كتير قوي قوي قوي. الايام اللي جايه بقى ايام دعاء يعني. كل اللي عنده امنيه بقى عايزه تتحقق، كل اللي عنده دعوه نفسه تستجاب. الايام اللي جايه العشرة من ذي الحجه، يعني من الايام اللي بيستجاب فيها الدعاء. الايام من افضل الايام عند ربنا على الارض. طبعا الايام فيهم يوم عرفه، يوم عظيم جدا عند ربنا، يوم استجاب الدعاء، يوم غفران ذنوب. يعني يوم ربنا ممكن يبدل فيه حالك لاحسن حال. يعني يوم عرفه ده يوم عظيم جدا جدا جدا. يا ريت ايه نقدر نفوز بيه كده على قد ما نقدر. لو نقدر بقى نصوم كده ايه ال10 ايام كلهم نقدر. اللي ما يقدرش، لان طبعا المغرب بقى بيبقى بيبدا متاخر قوي، ففي ناس كتير مش هتقدر، بيبقى اليوم طويل بالنسبه لهم. فتقدر تصومي على قد ما تقدري يعني، تصومي يوم اتنين تلاته. حتى لو مش هتقدري تصومي منهم ايام خالص، ربنا يا رب ان شاء الله يوفقنا كلنا نقدر نصوم على قد ما نقدر. بس اللي مش هيقدر على الاقل حتى يصوم يوم عرفه. يوم عرفه الثواب فيه طبعا بيتضاعف، الصدقه بتتضاعف، الحسنات بتتضاعف، الصيام بيتضاعف، الصلاه بيتضاعف. فنخلي الايام اللي جايه كلها كده ايام ذكر ان شاء الله باذن الله. لو لسه بقى كمان ما ابتديش تنفيضات العيد، يا دوب بقى تلحقي كده ايه قدامك ايه، يعني حوالي 12 يوم كده ولا 13 يوم. فيا دوب تلحقي بقى ايه، تبتدي التنظيفات بتاعتك. ابتدي الاول بالداخليات بقى اللي هي ايه دواليب المطبخ، دواليب الاوض، اوض النوم او اوض الاطفال. تخشي الداخليات كلها، الادراج، الحاجات دي كلها خلصيها. بعد ما تخلصي الداخليات كلها بقى ايه، اعملي لك ادخلي بقى على التلاجة لو في ديب فريزر، اغسليهم برضو كده وخلصيهم. بعد كده خشي بقى الحاجات اللي هي من تحت، تحت السراير والحاجات دي، شيلي الستاير اغسليها. السجاد طبعا قبل كل ده تكوني غاسله السجاد بتاعك، لو تقدري تغسليه في البيت تقدري، ما تقدريش نزليه بقى كده ايه في اي مغسله يتغسل. آه
كل يوم خدي لك حتى سجاده كده وهتغسلي في البيت، مش هتحسي بيه لو انت من النوع اللي بيتعب بسرعه. لو انت بقى ايه عايزه تغسلي في يوم واحد، يكون يوم عندك اكل فيه كده او هتعملي اكل خفيف، وخديه كده كله في يوم واحد واغسليه بقى كده. بس ايه يعني ايه بقول لك، شغلانه البدريه منسيه. حاولي تاخديهم من الصبح بدري كده، اول ما تصحي من النوم قبل ما تعملي اي حاجه كده، اعملي لك كوبايه شاي ولا النسكافيه بتاعك وافطري، وخشي بقى على السجاد بتاعك او على اي حاجه هتعمليها في البيت وخلصيها بدري بدري كده. طبعا انتوا شفتوا الحله جافت، انا هعمل غداء النهارده. بس وخلصيه كده ايه واحده واحده، ما تتعبيش نفسك وتاخدي ايه كله ورا بعض ورا بعض ورا بعض عشان ما تتعبيش. اعملي كل يوم حاجه كده عشان تخلصي من غير ما تتعبي. لكن لو خدتي كل يوم ورا يعني خدتي في اليوم اكتر من حاجتين ثلاثه، هتلاقي نفسك تعبتي وهلكتي، مش هتقدري تكملي بقيه التنفيذات بتاعتك. فلسه عندك وقت تاخدي كل يوم حاجه كده على قد ما تقدري. انا هنا بدعك بقى كده ايه الحله بقى زي ما انتم شايفين كده بالسلكه الناعمه. انا بحب قوي استخدم سلك الناعم بصراحه، ما بيجرحش الحلل زي الاستانلس. انتوا شايفين بقى في الحوض هنا بقى السلكه الاستانلس دي بعمل بيها ايه. يعني لو في بواقي في الحلل بتاعتي، في اي بواقي كده بتبقى لازقه شويه، بدعكها بالسلكه الاستانلس دي، تطلع معايا بكل سهولة. حتى بالذات اللي هي لو عندك حاجة فخار اللي هي البرامات وكده يعني، بيبقى ساعات فيها حروق كده او حاجات لازقة، باخدها بالسلكة الاستانلس دي، بتروح معايا بسرعة قوي يعني. دعكة كده هتلاقيها كلها نضفت زي ما انتم شايفين. بصوا هنا ايه، دي حلة الرز كان عامل فيها شوية من تحت، بدعكها كده بالسلكة الاستانلس، بتبقى بصوا كله اللي فيها بينزل بسهولة جدا يعني. فخلي معاكي واحدة على طول للحوض للحاجات دي. يلا بقى لو لسه عندك شوية مواعين كده في الحوض وكسلانة عليهم، قومي بقى ايه اتفرجي على الفيديو ده كده ايه، وقومي كده تشجعي اغسليهم كده بسرعة وانت واقفة يخلصوا معاكي. وعلى فكرة عشان ما تعمليش مواعين ياما في المطبخ طول ما انت واقفة بتطبخي، المواعين اللي تطلع معاكي اول باول اغسليها. ما تكوميش المواعين لغاية ما تخلصي الغدا او لغاية ما تخلصي المواعين كلها مرة واحدة، لا لا. خلي مواعينك كلها اللي اول حاجه تطلع منك، طبق طلع منك اغسليه، معلقه طلعت منك اغسليها، اي حاجه تطلع منك وانت بتطبخي اغسليها اول باول. هيبقى ايه الدنيا رايقه حواليك وانت بتطبخي، كمان هتعرفي تشتغلي وانت كده ايه مطبخ رايق حواليك. يلا بقى قومي اغسلي بقى مواعينك كده وخلصي اللي وراكي. هنا بقى تم بحمد الله، خلاص غسيل المواعين الحمد لله تمت على خير. نمسك بقى الرخامات بتاعتنا كده ايه تصبينه كده خفيفه على الماشي، والحنفيه بتاعتنا والحوض نخليهم برضو ايه بيلمعوا كده وزي الفل، وننشفهم بفوطه كده نضيفه. بس كده واحنا واقفين نخلص ونمسحها برضو. وانا هنا بليتها ميه تاني وشطفتها يعني، وعشان ايه انضف الرخامات من الصابون بدل ما اكب ميه كتير يعني. بس والفوطه بقى وانا واقفه كده بروح غسلاها واروح حطاها بقى ايه كده تنشف جنبي اول باول كده، بتبقى ايه المطبخ رايق ونضيفه زي الفل. هنا بقى قلنا نعمل بقى ايه حاجه حلوه، فعملت لهم دي مهلبيه قمر الدين. مهلبية قمر دي بتبقى قمر الدين بيتنقع عادي او بيتغلى في شويه ميه، وتسيبيه بقى كده لغايه ما يبوش شويه، بعد كده بتضربيه بالهاند بلندر او في الخلاط وتحطيه على النار مع السكر وشويه والنشا بتاعه، وبس تبقى حاجه حلوه وخفيفه وسريعه يعني. انا كان عندي بصراحه لفه قمر الدين من رمضان، فقلت بدل ما تبوظ عندي كده ايه اعمل لهم حاجه حلوه بقى ايه في الحر ده يعني، يترتب على الواحد بقى كده. هنا بقى هنعمل غدا مع بعض كده ان شاء الله. هنا هنعمل فراخ وملوخيه وفلفل بالصلصه ورز بالشعريه. احنا مناكلش الملوخيه غير بالفلفل بالصلصه. هنا معايا بقى الحله فيها ميه، الميه دي اول ما الاقيها نملت كده انزل بالفراخ بتاعتي على طول. الفراخ دي طبعا انا منقعاها يعني متبلاها وشيلها في الفريزر، متبله ببصله مبشوره مع فلفل اسمر، بتبلها بيها كده بحطها في الفريزر لاي حاجه بقى هشويها هطبخها هسلقها اي حاجه، بتبقى شايلاها بالتتبيله دي. بعد ما نزلنا بقى طبعا ما تخليش الميه تغلي زي ما قلت لك، لو غلت الميه ترميها على طول تحطي ميه تانية. هنا نحط طبعا ورق اللورا والحبهان بفتحه كده بحطه في الميه، ومع قرن فلفل مع طماطميه. مش هنضيف طبعا بصل لان انا حاطه البصل المبشور فكفايه قوي. هنا حطيناه بقى كده وغطينا عليه وسيبناه بقى تغلي. على العين التانية هنشتغل بقى احنا كده في ايه في الرز بتاعنا. انا هنا حطيت ايه سمنه على زيت، وهنزل بالشعريه كده شويه شعريه حلوين احمرهم كده.
نحمر بقى الشعريه كده، انا بحب احمرها ايه يعني لونها يعني يدخل على الدهبي، بس ما بحبش اغمقها قوي ولا اخليها فاتحه قوي. بس كده عبال ما ايه اعمل الرز يكون الفراخ اتسلقت، يبقى الاكل كله جاهز ايه مع بعض. هنا انا نقلتها بقى في العين اللي قدام كده عشان ايه تبقى قدامكم وتشوفوها يعني، رغم ان العين دي صغيره قوي بس ايه عشان تبقى ظاهره معاكم يعني. هنقلب بقى الشعريه كده بتاعتنا لغايه ما تاخد لون حلو كده، وبعد كده ايه نضيف الرز يعني سنه كمان كده، ونبتدي بقى ايه نضيف الرز بتاعنا. هنا بقى نحط ايه الرز بتاعنا بكده، طبعا ما متنقي ومغسول كويس ومتصفي من الميه بتاعته. انا احب اشوحه بقى تشويحتين حلوين كده لغايه ما يسخن قوي مع الشعريه كده. وما تنسيش الملح، اهم حاجه تضيف الملح بتاعك عشان ايه يعني حاولي تضيفيه في المرحله دي عشان ما تنسيش، لان مننا كتير قوي بيعمل الرز وينسى الملح. ده بتحصل كتيره طبعا معاكم يعني، وانا اولكم طبعا. فانا بحب اضيف الملح كده دلوقتي واقلب بقى كده. وبعد كده بقى ايه هضيف الشوربه، بس هو المقطع ده متصورش. هضيف اعملها بالشوربه بتدي طعم حلو قوي للرز. هستنى شويه بقى لغايه ما الشوربه تتعمل واخد شويه شوربه اضيفها مع الرز. هنا بقى الرز نقلته جوه، كانت الفراخ اتسلقت ونقلت الرز على النار جوه وطيت عليه. هاخد بقى ايه شويه شوربه كده نصفيهم عشان نعمل الملوخيه. اهم حاجه في الملوخيه ان انت ما تكتريش الشوربه اللي هتشتغلي بيها في الاول، حطي حبه صغيرين عشان ما تخفش معاكي. ولو احتجتي شوربه بعد كده بيزودي تاني، يعني تقدري تزودي شوربه لكن مش هتقدري تشيلي الشوربه من الملوخيه وتقليها، الا بقى ان كان عندك ملوخيه تاني هتضيفيها تاني. دي الملوخيه بقى اللي احنا كنا مفرزينها مع بعض، اللي هي تفريزات العيد. طبعا انا مش هعمل في العيد كيسين، فكنت خدت واحد منه. النهارده الجمعه بقى قلت اعمل لهم ايه شويه ملوخيه حلوين كده. بس هسيبها بقى لغايه ما تدوب معانا في الشوربه. وعلى العين التانية اكون حاطه بقى ايه التقليه. هحط بقى شويه واحده مرقه في الملوخيه. انا بحب المرقه جدا مع الملوخيه. ما بستخدمهاش كتير مع الملوخيه والقلقاس تقريبا، بس ممكن مع البشاميل، لكن مش بحب استخدمها كتير. هنا بقى بحط رشه سكر كده مع الملوخيه بتخليها مسكره بقى كده وحلوه. بس نقلبها كده بقى. وايه الطاسه اللي على اللي جوه دي بقى عليها ايه هنعمل فيها التقليح مع بعض احنا واقفين كده. شايفين بقى الملوخيه لونها عامل ازاي وقوامها عامل ازاي، تحفه يعني. حاولي بقى تاخدي الملوخيه بقى كده عشان يبقى لها عرق حلو معاكي. تاخديها كده بصي زي المطاعم كده، ترفعيها لفوق كذا مره كده لغايه ما تعمل عرق معاكي. بس الملوخيه بقى اهم حاجه برضو لا تغطش الملوخيه ولا تخليها تغلي. هنا بقى انا السمنه، هنا انا بحب احط سمنه على زيت. فهنا هنحط سمنة على زيت في الطاسة اللي هنقلي فيها، وهننزل بالثوم بتاعنا كده. انا بحب اعملها بثوم مدقوق كمان مش ثوم متفرز، انا مفرزة ثوم بس انا بخلي ثوم كده بره صحيح للملوخية. واهم حاجة برضو ما تخليش التومة غمق منك، عشان لو غمقت منك هتمرر يبقى كده ما تستخدمهاش خالص. فحاولي ايه ايدك فيها كده تقلبي طول ما انت واقفة عشان خاطر ايه ما تاخدش يبقى يعني تاخد اللون الذهبي الحلو كده. وانا بحط التوم الاول بعدين بحط الكزبره، ما بحطش الكزبره مع التوم عشان الكزبره ما تمررش الملوخيه. فانتي حطي التوم لغايه ما التوم يبقى لونه اشقر كده، وارجعي حطي بقى الكزبره وقلبيهم الاتنين لغايه ما ياخدوا اللون ذهبي، وانزلي بيهم بقى ايه على الملوخيه بتاعتك بقى كده. بس كده لونهم حلو قوي تمام، هننزل بيهم بقى كده ايه نسمي الله وننزل على الملوخيه بتاعتنا. طبعا ريحه الطشه دي تجوع لوحدها يعني، حتى لو انتي مالكيش نفس او شبعانه هتقعدي تاكلي برضه. بس هننزل بقى كده ايه بسم الله. الطشه بتاعتنا شايفين بقى الجمال، تراث الملوخيه دي تراث والله يا جماعه. انا منين ما اشوف الملوخيه كده لازم اعملها على طول، لانها بتجوعني على طول. شايفين بقى شايفين الجمال، بس مفيش احسن من كده بقى. بس كده خلاص كده الغدا جاهز بتاعنا، الفراخ اتسلقت والرز اتعمل والملوخيه اتعملت وكله تمام ان شاء الله. كده بقى الغدا بتاعنا جاهز كده بقى اهو.
ادي الفراخ اهي. أنا في يعني عندي نصين، جزء بياكلها بالطماطم والبصل المبشور كده زي ما انتم شايفين، والنص التاني بياكلها محمره ومسلوقه ومحمره. من عندي محدش بيجتمع على حاجه. وشايفين بقى الملوخيه بلونها جميل بالطشه كده، انا بعمل لهم كل واحد طبق ايه صغير كده في الملوخيه بتاعته. وكنت عملت كمان طبق فلفل بالصلصه بس نسيته، بس افتكرته وانا بحط الاكل فروحت جبته وحطينا العيش واكلنا الحمد لله، وكان يوم الحمد لله. يا رب كده الفيديو يكون عجبكم النهارده. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.